إجابات إجابات سؤالات مطلوب الرد فورا، مطلوب الرد حالا، مطلوب الرد فورا، مطلوب الرد حالا، مطلوب الرد فورا، مطلوب الرد حالا، مطلوب الرد فورا، مطلوب الرد حالا. حكايات حكايات، إشاعات إشاعات، سؤالات إجابات إجابات سؤالات، مطلوب الرد فورا، مطلوب الرد حالا. مساء الخير. في مطلوب الرد فورا هذا المساء نستضيف فنان أثبت أنه ليس ظاهرة وأنه فنان باقٍ، ورغم ذلك آلاف الأشياء لكي لا نقول أكثر من الآلاف تقال عنه، ومجموعة من الأسئلة الكبرى تستحق أن نوجهها للفنان العربي الذي أثبت أنه فعلا جيد، الفنان كاظم الساهر. فنان كاظم الساهر، أهلا مرحبا بك في مطلوب الرد فورا. يا أهلا وسهلا بكم، شكرا. يعيشك. أستاذ كاظم، سؤال يبادرني قبل أن أبدأ بالحوار معك والغوص في مسيرة كاظم الساهر الفنية. وأنت طفل في بلدك في أحياء العراق، هل كنت تحلم يوما بأن تصبح كاظم الساهر الآن سنة 2000؟ لا، كنت أحلم أنه أكسب رضا حبيبتي، يعني أنه كنت أحاول كل أنظارها اتجاهي. فكنت مرة أكون رسام ومرة أكون عازف جيتار ومرة مثلا أحاول أعمل شيء مميز، أكون مميز يعني أنا صغير. يعني حبيبتك في المطلق أم هي امرأة بعينها؟ صديقتي، يعني حتى كنت أحلم حتى لو في الخيال مثلا. وماذا كان يمنعك عنها؟ موجودة جنبي صديقتي، ولكن أحاول يعني نكون مجموعة، احنا كنا في براءتنا وفي ضحكنا وفي لعبنا. كنت أحب أكون أعمل شيء غير ما يعملوه كل أصدقائي، أعمل شيء أنهم هم ما قادرين يعملوه مثلا. هل كنت تحس أن في داخلك شيء من التميز حتى وأنت طفل؟ يعني فما نوع من التميز سيجعلك مختلف عن الآخرين؟ حسيتها بأول قصيدة عملتها وكان عمري 12 سنة. حسيت أنه من خلال الأساتذة عندما سمعوا اللحن، عندما غنيت لهم إياه على الجيتار، حتى في كان انتقالات شرقية. كنت ما حد حاكي لي يعني إنه على الجيتار، كنت ما حد حاكي لي إنه، فكنت ما أضغط على الوتر حتى أطلع التون شرقي مني ومن نفسي يعني. هذا فالأساتذة من اجتمعوا مع بعضهم تنبأوا لي شيء كبير 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 في المستقبل. فحسيت انه انا عندي موهبه يجب ان احافظ عليها وانا احترمها وانا اطورها وانا ادرس. وفعلا دخلت في مجال الدراسه بشكل اكاديمي، يعني حتى لا اخسر هذه الموهبه. وايضا في حاله الشعر ايضا موهبه اختيار الشعر، تذوق الشعر. من علمك تتذوق الشعر؟ وهل هي يعني شيء يتعلم حسب رأيك؟ صراحه في البدايه حبيبتي ايضا. يعني في البداية أنه كنت أحتاج أنه أنا تكون لغتي فيها أيضا فيها تميز، لغتي تكون شفافة. فما في أتكلم مثلا الموروث اللي ناخذه مثلا من بيتنا في تربيتنا، مثلا ما في دروس خاصة أنه أقول لك أنه كيف تتعامل مع صديقتك. يعني طبعا مهما يكون شعبية، منطقة شعبية ومحافظين طبعا، ويخافوا على الطفل أن يروح من. فأنا كنت من خلال لغة الشعر كنت أقرأ أنه حتى أسمع صديقتي شيء حلو. وهل كانت تتجاوب معك بالطريقة التي كنت تحلم بها؟ للأسف يعني كنا صغار، كانت يعني ما كثير. لو عاد الزمن إلى الوراء، هل تتمنى أن تكون هي اليوم؟ صديقتي كان عمري 10 سنوات، كنت أحكي لها قصص. هذه كانت تجاوب معي كثير، كانت تنتظرني على الرصيف وأنا أقطع لها مسافة من حي إلى حي أروح. وكان جلستنا على الرصيف معروفة، نجلس على الرصيف وأبدي أحكي لها قصص من خيالي بس. نوعية القصص اللي كنت تحكيهم لا تستنبطهم من أي شيء من واقعك أو قصص خيالية؟ اللي يجي بالي يعني أسرد قصص أحكي وأمر طالع علي نفس الشيء الآن.
عمر لو كان عمره حوالي 5 سنوات 6 كنت أقول له مثلا احكي لي قصة، قال لي أوكي تعال معايا نمشي، ويبدأ يحكي. يقول له أوكي بعد عندك؟ يقول لي عندي، ويحكي أيضا من خياله. إلى أي حد إذا ساهمت هذه الطفلة، لكي لا أقول المرأة، في تكوين شخصية كاظم الساهر الإنسان ثم الفنان في مرحلة أخرى؟ هو نقدر نقول بصورة عامة النساء، وليست مرأة واحدة فقط، مثلا يعني مثلا عالمهم عالم غريب. فبحكم تربيتنا احنا في زمننا يعني تربينا انه الدراسة كانت الشباب يدرسوا في مدرسة والبنات يدرسوا في مدرسة، وممنوع تخالط انت مثلا بنات في سنك، فاحنا نلعب كلنا في الشباب. وهذا اعتقد الحرمان خلى ايضا هذا الحرمان انه يبدا شغل الخيال اكثر، اعطى الخيال اكثر ان يعمل. حتى صرنا نرسم حبيباتنا، صرنا ننحتهم من طين ونحاكي معاهم، صرنا نصادقهم من خلال الروايات، نختارهم في خيالنا فقط. اعتقد هذا اللي يشجعنا اكثر على ان يكون عندنا لغة اخرى. أنت تدين للحرمان بالكثير ما أنه خلق منك. ما في إنسان يدين الحرمان بكثير، لأن الحرمان يأخذ منك الكثير، مهما أعطاك فهو يأخذ أكثر. ماذا أخذ من طفولتك، خصوصا لأنه باين أنه في طفولتك أخذ منك الكثير؟ أخذ تقريبا طفولتي، يعني ما أعطاني إياها. يعني كنت أعمل وأنا كان عمري 10 سنوات. تعمل في أي؟ في كل مجالات عملت، بيع صحف، كل شيء عملت مع أخواني أيضا، كل أخواني كانوا يعملوا. هناك مقولة لأديب تونسي الكبير أديبنا محمود المسعدي يقول: الأدب مأساة أو لا يكون. أظن أنها الفن مأساة أو لا يكون في حياة كاظم الساهر، وكأنه لو لم تعيش هذه النوع من العيشة لما كان هذا الفن بهذا العمق في داخلك. والله أنا هذه ما أعرف، يعني يمكن ما راح أقدر أجاوبك عليها جواب الدقيق، لأن في كثير فنانين مترفين ولكن أعطوا إبداع عظيم، يعني أعطوا موسيقى رائعة. وهي أعتقد تعتمد على الشخصية نفسها، على تركيبة الإنسان نفسها. يعني هناك إنسان مثلا عنده موهبة أو عنده شيء في داخله يحس، وتحسيه يحتضنها بشكل وكأنه يربي في طفل لحد ما يكبر ويشوفه أمامه كيف راح يكون. وهناك ناس لا أباليين، عنده موهبة رائعة لكن ينظر من برجه العالي للفن، مو برجه العالي، وإنما مثلا عنده أمور أخرى هو أجمل، يشوفها أجمل. يعني ما في ليه يقضي وقته مثلا يحبس نفسه في غرفة، والله حتى يعمل جملة موسيقية يكملها، يسجن نفسه 40 يوم أو 30 يوم في عمل على شو؟ مثلا أقول لك ليه؟ خلينا أنا أستمتع في حياتي. أنا في مسؤولية تقول لك لا. في مثلا من فنان إلى فنان، في جملة مثلا نعملها كثير من أصدقائي، الله جملة حلوة لا تغير. أنا أشوف لا، لا خلص أوكي، أنا عندي في بالي أفكار، أرجع أسجل من جديد وأرجع أتأخر شهر أتأخر شهرين حتى في سبيل العمل. وهي هاي مسؤولية هي مسؤولية الفنان الذي يعرف ما معنى أن يحترم الفن. كثير يحترموا الفن، ولكن قدرتهم على العطاء محدودة. لا أدري لماذا، ولا أدري هل يشاطرني في انطباعي هذا الكثيرون والكثيرات، لكن حتى عندما يغني كاظم الساهر للحب وبطريقة فرحة ويقول إنه يحب، نحس أن هناك نوع من الحزن في داخلك، نوع من المعاناة. هل هذا موجود في داخلك حقا؟ يمكن، ما أعرف أنا، يمكن يعني أحيانا أكون فرحان جدا، يشوفني مع أصدقائي نروح نرقص. لا وأنت على المسرح شوفيني أسكر المسرح على أقدامي تسكر خلاص، يعني أكون آخر راقص. حتى وأنت ترقص يعني في الدبكة في الرقصة العراقية؟ لا، أنا أقصد الرقص الآخر، نروح نرقص، يعني نروح أنا وأصدقائي مرات مثلا يعجبنا نروح نرقص. وأنت على المسرح هل فعلا تحس إنه يعني أريد أعطي، ولكن أحسها مو مجالها، يعني مو مجالها يعني، لأن هي الدبكة يسموها عندنا رقصة الرجال،
في العراق اللي هي للرجال يرقصوها في طريقتهم، وأيضا النساء. يعني لو تشوفي المنظر الجميل كيف مثلا من يكون عرس في قرية وأهل القرية كلهم على الجبل على التل، كله خضار، حوالي 500 شاب وشابة ماسكين بعضهم وعاملين على وعازف الزرنة والمزمار والطبل معهم. منظر رائع جدا. حلوة، فيها شيء طالما نعيد فلكلور يعني على المسرح، وأنا أشعر بسعادة أنه هاي الرقصة عممتها في الوطن العربي، ما حد كان يعرف عنها شيء. أحس في سعادة فعلا على المسرح، بكون فرحان مع أصدقائي. هل تحس أن الحياة كانت كريمة معك كظم الزاهر؟ طبعا، وإحنا بعز الآلام كانت كريمة معي الحياة من البداية إلى الآن. طبعا، أعطتني أشياء كثيرة عن الحياة. وماذا أخذت منك؟ بصراحة. صعب. صعبة؟ yeah. صعب لأنه هناك جوانب تريد أن تخفيها في حياتك. أعود فنان كظم الزاهر إلى طفولتك وأحلامك مع صديقتك التي كانت تشاطرك إياها. اليوم وأنت تقف على مسارح العالم، لأنك غنيت ليس في الوطن العربي فقط بل في مسارح أخرى